أهلا وسهلا ومرحبا بمتابعينا ومشاهدينا على يوتيوب باهية كيتشن. إن شاء الله يا رب كامل تكونوا بخير وعلى خير في هذا الشهر الفضيل. ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صيامنا وقيامنا وجميع طاعتنا. وبما أنه رانا في هذا الشهر الفضيل أكيد تختلف طاولاتنا باختلاف يعني الوصفات اللي نوعوها والأطباق اللي نحضروها لعائلتنا. واليوم ان شاء الله اخترت لكم وصفة تقليدية تاع زمان اكيد، لكن اليوم ان شاء الله راح نشوفوها على طريقتي. يعني على بالكم الوصفات التقليدية هي لا باز، وحنا نحاول نغيروا فيهم شوية. اليوم ان شاء الله راح نشوفوا كباب في الفرن. كنا من قبل ديجا شفناه في لاكوكوت، اليوم ان شاء الله راح نشوفوه في الكوشة. خليكم معنا. وبما انه طبق الكباب اللي راح نشوفوه اليوم راح نشوفوه بالدجاج، نحتاج الى عندنا قطع من الدجاج. اذا في لاكوكوط مينوت ديالنا نديرو 2 ملعقتين تاع زيت كبار مع ملعقه كبيره تاع سمن. نحتاجو لي مغسول تاع الدجاج ديالنا اللي نكون نظفناهم مليح اكيد. عندنا الحميصه، التوابل، فلفل اسود، قرفه، وعندنا قرفه عود ونصف ملعقه مرحيه، وعندنا الملح اكيد، والبصل تكون كميه كبيره هكذا باش المرقه ديالنا تجينا عاقده وخضره وبنينه. نحط لي مغسول تاع الدجاج في لاكوكوت ونضيفوا عليهم البصل. نقطعوه الى مربعات ولا نسكرفجوه، المهم نديرو كميه لاباس بها تاع البصل لانه المرق ديالنا ما فيه والو، والبصل راح يساهم في الخضوريه تاع المرقه ديالنا. نضيفوا التوابل اللي كما قلت لكم هما فلفل اسود ملعقه مملوءه مليح تاع فلفل اسود، القرفه عندنا نصف ملعقه مرحيه وقرفه عود هكذا باش المريقه ديالنا ما تجيناش يعني اللون ديالها يجي شباب. وعندنا الملح اكيد على حساب نتوما، يعني تملحوا على حساب كميه الدجاج اللي عندكم وعلى حساب يعني على حساب كميه الدجاج وعلى حساب شحال حتحصلوا الطبق ديالكم، يعني حديروا بزاف ولا شويه. يعني الملح دائما تملحوه على حسابكم نتوما. نقليو مليح الدجاج ديالنا، نخلوه يتقلى على نار متوسطه، لا نار قليله تماما، تقلى مليح مع حتى يذوب لنا هذاك البصل كامل ولي زيبيس يدخلوا فيه مليح. نغطوه نخلوه يتقلى، ومره على مره نقليوه اكيد، يعني ما خلوش حتى يتقلى وحده حتى يتحرق معنا. مره على مره نقلبوا عليه يعني حتى نلاحظوا بلي كذاك البصل ذاب تماما. بعد ما اكيد الدجاج يتقلى معنا مليح على نار قليله وهذاك البصل يذب بالكامل، لازم نخلو الدجاج يتقلى معنا مليح هكذا باش المرقه تجينا خاثره وبنينه في الاخر. نمرقو بالماء سخون. الماء هنايا نمرقو التمريق يكون على حساب نوعيه الدجاج اللي عندكم والكميه ديالو اكيد. كما هنا الدجاج ديالي عندي شويه عاصي دونك يحب شويه طياب. بعد ما تغلي المرقه ديالنا نضيفو كميه الحميصه ونغلقوا على الدجاج ديالنا ونخلوه يطيب. في هذه الاثناء نحضروا البطاطا ديالنا اللي نقليوها. وهنا تعمدت نخلي لكم هذا المقطع هكذا باش تشوفوا البطاطا تاع الكباب كيفاش تجينا خشينه. لازم يعني ماشي خشينه لكن ما تكونش رقيقه كما البطاطا اللي نقليوها العاديه، نخلوها شويه خشينه كما كنت تلاحظوا. و يعني بالتالي لازم كي نقليوها في الزيت تكون نغمروها في الزيت تماما هكذا باش طيب، ونخلوها طيب على نار متوسطه، ما نقويو لها ما نقصوا لها باش ما تشرب لنا الزيت، ما طيب لنا بالخف. دونك نخلوها طيب على نار متوسطه هكذا باش طيب معنا مليح وتتحمر من الجهتين. كما راكم تلاحظوا نقطعوها هكذا طويله ونخلوها شويه خشينه. نملحوها، انا نملحها قبل باش نقليها في الزيت كما راكم تلاحظوا هنايا نخلوها لازم تتحمر من الوجهين ولازم طيب لنا مليح وفي نفس الوقت تبقى مقرمشه. ننزعوها نقطروها من الزيت. بعد ما طيب البطاطا ديالنا والدجاج ديالنا نروح نحضروا يعني الخلطه الاخيره اللي حنعقدوا ونخثروا بها طبق الكباب ديالنا. عندنا حوالي ربيطه تاع المعدنوس نقطعوه هكذا يعني رقيق. عندنا 2 حبيبات تاع البيض نضربوهم. مليح. وهنا المرق هاوليك شوفوا كيفاش المرقه ديالنا خفارت والدجاج ديالنا طاب، يعني جات اكزاكت، جات متوازنه. نخلوها تبرد شويه هكذا باش ندو منها ونضيفوه لهذا الخليط. نضيف هذاك البيض فوق المعدنوس ونضيف فوقه عصير حوالي نصف ليمونه الى ليمونه على حساب نسبه ودرجه الحموضه اللي حابينها نتوما. ونجيبوا هذاك المرق القليل يعني حوالي غراف تاع المرق نكونوا بردناه اكيد
هكذا باش ما يطيبلناش البيض، ونخلطوا كل البيض مع المرق مع المعدنوس نضربوهم مليح. في ان بلا او فوغ واش كان في لاكوكوط لا في الطنجره ديالنا نحطوه كامل فيه. الدجاج ديالنا نصفيوه من المرق مع الحميصه ونوزعوهم كامل على مستوى البلا. نضيفو كذلك فوقهم نوزعو كميه البطاطا اللي كنا قليناها وقطرناها من الزيت ديالها. وفي الاخير هذيك لاصوص راح نضيفوها للدجاج والبطاطا راح نفرغوها كامل فوقهم. هنا بالنسبة للمرق كما سبق وقلت لكم يعني حاولوا كي تكونوا تمرقوا دائما ديروا حساب يعني الدجاج اللي طيب الوقت اللي حيطيب فيه الدجاج ديالكم وش يعني شحال حتمرقوا وشحال حتحصلوا في الاخير على المرق. يعني حاولوا انكم دائما ما تحصلوش على المرقه تنشف لكم بالتالي اللي يحب يغمس ما يلقاش واش يغمس. وكذلك ما تخلوهاش يعني في الاخير تجيكم مزرزقه كذا ما راحش تجيكم بنينه. الحميصه كذلك لازم تخيروا حميصه تكون من نوعيه جيده هكذا يعني باش خاصه في هذه الاطباق التقليديه الحميصه تعتبر يعني مكون رئيسي ولازم تندار راح تبني لكم المعاش وكذلك لازم تكون يعني من نوعيه جيده باش تطيب لكم مليح. هذيك الخلطه اللي كنا حضرناها نضيفوها فوق الدجاج والبطاطا ندخلوه للفوغ على درجة حرارة 180 إلى 200 درجة ياخذ تحميرة هذاك الدجاج البيض هذاك يطيب وزيد يخثر لنا المرق ديالنا والنتيجة النهائية البلا ديالنا هايليك. طبق جد 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 لذيذ طبق تقليدي ساهل كما شفتوا لكن يعني لازم الواحد يتبع بعض النصائح عفوا والإرشادات هكذا باش يعني يتحصل على طبق لذيذ في الأخير. الدجاج يكون طايب الحميصة تكون كذلك بالطبع البطاطا المريقة كذلك لازم يعني خاصة السر كامل راهو في المرق. شوفوا يجي اللون ديالها يجي يعني ما يجيكمش كحل وتجيكم خاثره وبنينه في نفس الوقت. حاولوا هذه المرحله يعني تخلوها هي الاخيره خاصه في رمضان يعني نحبوا المعاش يكون سخون. دونك حاولوا تخلوها هي الاخيره كدا باش تقدموه سخون وبنين. نضيفوا له عصير نصف ليمونه و شهية طيبة. نتمنى يعني وصفة اليوم كانت نالت إعجابكم وفيديو اليوم أكيد كانت أفادتكم. رمضان مبارك مرة أخرى. صحتكم شهية طيبة مرة أخرى. بقوا على خير.